السلام عليكم. في فيديو النهاردة هنتكلم عن visualization وكمان virtual machine في السايبر سيكيورتي بشكل بسيط جدا. يعني ايه اصلا virtual machine؟ تخيل ان عندك جهاز كمبيوتر واحد لكن تقدر تشغل جواه جهاز تاني كامل بنظام تشغيل مختلف. يعني مثلا يكون عندك ويندوز وعلى نفس الجهاز تشغل اللينكس كأنه جهاز لوحده تماما. ده بقى اللي بنسميه virtual machine أو جهاز افتراضي. في الفيديو ده هنعرف ازاي الفكرة دي بتشتغل وليه مهمة جدا في مجال الأمن السيبراني، وازاي ناس كتير بتستخدمها للتجارب والتعلم وتشغيل أدوات الاختبار بأمان بدون ما يأثروا على الجهاز الأساسي. ويلا بينا نبدأ. كلمة بقى visualization يعني إننا بنعمل نسخة افتراضية مش حقيقية من حاجة موجودة فعلا. يعني بدل ما أجيب 3 أجهزة كمبيوتر حقيقية أقدر أستخدم جهاز واحد بس وأشغل جواه أكتر من جهاز افتراضي. في الصورة دي عندنا هنا physical machine وده الجهاز الحقيقي الأساسي بتاعنا، ومن الجهاز ده طلع أكتر من virtual machine أو VM. يعني الجهاز الحقيقي الواحد يقدر يشغل كذا نظام تشغيل في نفس الوقت. مثلا ممكن أكون فاتحة ويندوز كجهاز أساسي جواه لينكس VM وكمان كيلي لينكس VN وحتى الويندوز تاني كVM لو حبيت. كل virtual machine بتتصرف كأنها جهاز مستقل لوحدها تماما، يعني ليها نظام تشغيل خاص بيها، ملفات خاصة بيها، برامج خاصة بيها، حتى إعدادات وشبكة خاصة بيها، مع إنهم كلهم شغالين على نفس الجهاز الحقيقي ده. طيب ليه بقى ده مهم جدا في السايبر سيكيورتي؟ علشان نقدر نجرب أدوات واختبارات واختراقات بشكل آمن من غير ما نبوظ الجهاز الأساسي الحقيقي. يعني لو حصل مشكلة أو فيروس جوه ال VM الجهاز الأساسي غالبا بيفضل سليم. دلوقتي بقى بعد ما فهمنا يعني ايه visualization، تعالى بقى نفهم النظام ده بيشتغل ازاي فعلا. الصورة دي بقى موضحة المكونات الأساسية اللي بتخلي virtual machine تشتغل. أول حاجة تحت خالص عندنا الهاردوير، وده الهاردوير الحقيقي بتاع الجهاز، يعني الحاجات الملموسة اللي جوه الكمبيوتر زي CPU أو المعالج، الرام، الهارد أو الستورج، والنتورك أو الإنترنت والشبكة. ودي بقى الموارد الأساسية اللي أي جهاز محتاجها علشان يشتغل. فوق الهاردوير عندنا الهوست OS، ده نظام التشغيل الأساسي اللي متسطب عليه الجهاز الحقيقي. يعني مثلا جهازك عليه ويندوز أو لينكس، ده اسمه هوست اوبريتنج سيستم لأنه النظام الأساسي اللي ماسك الجهاز كله. بعد كده يجي بقى دور الهايبرفايزر، وده يعتبر أهم جزء في الموضوع. الهايبرفايزر أو الفيرجوال ماشين مونيتور هو المسؤول عن إدارة الفيرجوال ماشينز. يعني إيه إدارة؟ يعني هو اللي بيوزع موارد الجهاز على الفيرجوال ماشين. مثلا يعني يقول ال VM دي تاخد 4 جيجا رام وال VM التانية تاخد 2 جيجا رام، ويدي لكل واحدة جزء من المعالج والهارد والإنترنت. فهو يعتبر الوسيط بين الجهاز الحقيقي والفيرجوال ماشينز. وفوق خالص عندنا ال VMS أو ال Virtual Machines. كل VM بتكون كأنها جهاز مستقل لوحده تماما، يعني كل واحدة ليها نظام تشغيل خاص وبرامج خاصة، ملفات خاصة، وتشتغل كأنها كمبيوتر حقيقي. فمثلا ممكن يكون عندك VM عليها كالي لينكس، وواحدة عليها اوبونتيو، وواحدة عليها ويندوز، وكلهم شغالين في نفس الوقت على نفس الجهاز. وده بقى اللي بيخلي الفيرجواليزيشن مفيد جدا في السايبر سيكيورتي، لانك تقدر تجرب وتتعلم وتختبر بامان بدون ما تأثر على النظام الاساسي بتاعك. دلوقتي بقى في انواع من الهايبرفايزرز، ودي طريقة اللي الفيرجوال ماشينز بتشتغل بيها. عندنا بقى نوعين اساسيين، واول نوع اللي هو بير ميتال، وده بيشتغل مباشرة على الهاردوير بتاع الجهاز، يعني مفيش نظام تشغيل اساسي بينهم. بصوا كده على الصورة، عندنا تحت الهاردوير وفوقه مباشرة الهايبرفايزر وفوقه الفيرجوال ماشينز. يعني الهايبرفايزر هنا ماسك الجهاز بشكل مباشر، وكمان بيتحكم في الموارد ويوزعها على ال VMS على الفيرجوال ماشين، وده بيكون اسرع واقوى واكتر امان علشان مفيش نظام تشغيل وسيط بيستهلك موارد. وعشان كده النوع ده بيستخدم غالبا في الشركات الكبيرة، السيرفرات، ودي بقى الأمثلة عليه. بعد كده عندنا تاني نوع اللي هو الهوستد، وده النوع اللي أغلبنا بيستخدمه على أجهزته الشخصية. هنا بقى الهايبرفايزر مش بيشتغل مباشرة على الهاردوير، لأ ده بيشتغل فوق نظام تشغيل أساسي موجود عندنا بالفعل. يعني بالترتيب هنا الهاردوير وفوقه الهوست OS زي الويندوز أو اللينكس،
فوقهم الهايبرفايزر وفوقه الفيرجوال ماشين. يعني مثلا انت عندك الويندوز على اللاب، تنزل برنامج مثلا فيرجوال بوكس ومن خلاله تشغل الكيلي لينكس او الاوبونتيو كفيرجوال ماشين. فالهايبرفايزر هنا بيشتغل برنامج عادي متثبت على النظام الاساسي. ومن اشهر امثله عليه بقى 3 امثله مشهورين جدا، واحنا في الكورس ده او الفيديوهات الجايه ان شاء الله هنستخدم مع بعض الاوراكل فيرجوال بوكس عشان سهل جدا للمبتدئين ومناسب للتعلم والتجارب في السايبر سيكيورتي. بقى بعد ما فهمنا الفيرجوال ماشينز والهايبرفايزرز، تعالوا بقى نشوف ليه الفيرجواليزيشن مهمة جدا في السايبر سيكيورتي. بقى مميزات كتير جدا واهمهم اول حاجة الايزوليشن، يعني العزل. كل فيرجوال ماشين بتكون معزولة عن التانية، يعني لو حصل مشكلة او اختراق او فيروس في VM معينة، غالبا باقي ال VMS والجهاز الأساسي يفضلوا بأمان. ده طبعا مهم جدا في الأمن السيبراني، لأننا ساعات بنجرب ملفات أو أدوات ممكن تكون خطيرة. تاني حاجة سيف تيستن، يعني الاختبار الآمن. الفيرجوال ماشينز بتسمح لنا نجرب المالوير والاكسبلويتس security tools بيئة آمنة بدون ما نأذي الجهاز الحقيقي. يعني بدل ما أجرب فيروس على جهازي الأساسي وأخاطر بكل ملفاتي، اقدر اجربه داخل VM معزولة. ويعني ايه بقى المالوير والاكسبلويتس والسكيورتي تولز دي؟ اول حاجة المالوير، ودي كلمة معناها برامج ضارة، يعني اي برنامج معمول عشان يضر الجهاز او يسرق بيانات او يسبب مشكلة، زي مثلا الفيروسات. في السايبر سيكيورتي ساعات الباحثين او المتعلمين دول بيحتاجوا يجربوا انواع المالوير دي علشان يفهموا طريقة شغلها ويحاولوا يكتشفوا ازاي يحموا الأجهزة منها. تاني حاجة الاكسبلويتس، ودي أدوات أو أكواد بتستغل ثغرة أمنية موجودة في برنامج أو نظام. يعني لو في ضعف أو بج في برنامج معين، الإكسبلويت بيحاول يستغل الضعف ده علشان يدخل للنظام أو ينفذ أوامر معينة. وطبعا ده بيتجرب في بيئة آمنة للتعلم واختبار الحماية، مش للاستخدام الغلط. تالت حاجة security tools، ودي أدوات الأمن السيبراني اللي بنستخدمها في الفحص والحماية والاختبار، زي مثلا أدوات فحص الشبكات، تحليل الثغرات، مراقبة الأمان، اختبار الاختراق. وأشهر مثال ممكن تسمع عنه هو أدوات موجودة في كالي لينكس. وكل الحاجات دي بنجربها داخل فيرجوال ماشين عشان نحافظ على الجهاز الأساسي ونشتغل بأمان. تالت حاجة بقى سناب شوتس، ودي من أقوى المميزات فعلا. السناب شوت معناها إني أحفظ حالة ال VM في لحظة معينة. يعني مثلا قبل ما أجرب أداة أو أعمل تعديل، أعمل سناب شوت، ولو حصل أي مشكلة بعد كده أقدر أرجع لل VM لنفس الحالة القديمة بضغط الزر بس، كأنك عملت سيف كده للجهاز كله. ورابع حاجة multiple environments، يعني أقدر أشغل أكتر من نظام تشغيل على نفس الجهاز، مثلا الويندوز، اللينكس، الكالي لينكس، كلهم في نفس الوقت على جهاز واحد. وده مفيد جدا لأن بعض أدوات السايبر سيكيورتي بتشتغل على لينكس أكتر، وفي نفس الوقت ممكن تحتاج ويندوز لحاجات تانية. خامس حاجة cost effective، يعني أوفر في التكلفة. بدل ما اشتري كذا جهاز حقيقي، أقدر أستخدم جهاز واحد وأشغل عليه كذا VM، فده بيقلل تكلفة الهاردوير، كمان يستغل موارد الجهاز بشكل أفضل. وآخر حاجة forensics and analysis، ودي مهمة جدا في تحليل الملفات المشبوهة أو الحوادث الأمنية. يعني لو عندي ملف مشكوك فيه، أقدر أفتحه وأحلله داخل ال VM بدل ما أخاطر بالجهاز الأساسي. وده بيخلي المحللين الأمنيين يشتغلوا بأمان أثناء التحقيق أو تحليل الهجمات. تعالوا بقى نشوف دلوقتي أشهر استخدامات الفيرجوال ماشينز ايه. كل استخدام بقى malware analysis، يعني تحليل البرامج الضارة. المختصين في الأمن السيبراني ساعات بيكون عندهم ملف أو فيروس مشبوه، فبيشغلوه داخل فيرجوال ماشين علشان يراقبوا سلوكه بأمان. يعني يشوفوا مثلا هل بيحاول يسرق بيانات، هل بيعدل ملفات، هل بيتصل بالإنترنت، هل بينتشر في الجهاز. وكل ده بيحصل داخل بيئة معزولة، فحتى لو المالوير خطير الجهاز الحقيقي بيفضل آمن. تاني استخدام penetration testing، يعني اختبار الاختراق. وده لما متخصص الأمن يجرب أدوات واختبارات علشان يكتشف الثغرات الأمنية قبل الهاكرز الحقيقيين. فمثلا ممكن يعمل تجربة على سيرفر وهمي، اختبار شبكة افتراضية، تشغيل أدوات من الكالي لينكس، وكل ده داخل فيرجوال ماشينز بدون التأثير على النظام الحقيقي. وتالت استخدام training and learning،
ودي مهمة جدا للمبتدئين. بدل ما حد يشتري كذا جهاز عشان يتعلم سايبر سيكيورتي، يقدر يعمل لاب أو معمل افتراضي كامل على جهاز واحد. يعني مثلا يعمل VM عليها كالي لينكس، وVM تانية عليها ويندوز، وواحدة سيرفر، ويبدأ يتعلم الشبكات والأمان والتجارب بشكل عملي. وده اللي الناس كتير بتعمله فعلا أثناء التعلم. وآخر واحدة بقى ديجيتال فورنسكس، يعني الأدلة الجنائية الرقمية، وده تخصص بيحلل الأجهزة أو الملفات بعد حدوث هجوم أو مشكلة أمنية. فمثلا لو في ملف مشبوه أو جهاز مخترق، المحلل الأمني بيفتح النسخة داخل ال VM معزولة علشان يفحص الأدلة بأمان بدون ما يخاطر بالنظام الأساسي، ويقدر يشوف الملفات اللي اتعدلت، البرامج اللي اشتغلت، أي نظام غريب حصل على الجهاز. دي بقى طريقة تركيب الفيرجوال ماشينز جوه الجهاز. أول حاجة عندنا الهاردوير، وده الجهاز الحقيقي نفسه، يعني المعالج، الرام، الهارد، والشبكة أو الإنترنت. دي الموارد الأساسية اللي الجهاز كله بيعتمد عليها. فوق الهاردوير عندنا الهايبرفايزر، وده المسؤول عن إدارة الفيرجوال ماشينز، يعني هو اللي يتحكم ويوزع موارد الجهاز على كل فيرجوال ماشين. فمثلا يدي فيرجوال ماشين معينة 2 جيجا رام، وفيرجوال ماشين تانية 4 جيجا، ويوزع المعالج والهارد بينهم. فهو يعتبر المدير اللي بينظم كل حاجة. بعد كده فوق الهايبرفايزر عندنا الفيرجوال ماشينز VM1، VM2، VM3. كل فيرجوال ماشين منهم تعتبر جهاز مستقل لوحده، وجوه كل فيرجوال ماشين في حاجتين مهمين. اول حاجة الجاست OS، وده نظام التشغيل الموجود داخل ال VM، وممكن يكون ويندوز، لينكس، كالي لينكس. كل فيرجوال ماشين ليها نظام تشغيل خاص بيها. وفوق الجاست OS عندنا الابس، ودي البرامج والتطبيقات اللي المستخدم بيشغلها داخل الفيرجوال ماشين، يعني مثلا متصفح، ادوات سايبر سيكيورتي، برامج تحليل، او اي تطبيقات تانية. فده بقى معناه ان كل فيرجوال ماشين عندها نظام تشغيل وبرامج خاصة بيها ومستقلة عن الباقي. الجملة التانية دي معناها ان الهايبرفايزر هو اللي بيدير ويوزع موارد الجهاز على ال VMS. واخر حاجة يعني كل VMS دي شغالة على نفس الجهاز الحقيقي وبتشارك نفس الهاردوير، لكن كل واحدة حاسة انها جهاز مستقل لوحدها. بقى اهم جزء في الموضوع وهو security best practices، يعني افضل ممارسات الامان لما نستخدم virtual machines. تعالوا بقى نفهمهم واحد واحد. اول حاجة يعني لازم دايما نحدث الهايبرفايزر نفسه. اي ادوات الفيرجواليزيشن بنستخدمها ليه؟ ان التحديثات بتصلح ثغرات امنية، ولو سبت النظام قديم ممكن يبقى سهل الاختراق او في مشاكل امنية. تاني حاجة ان احنا نستخدم باسورد قوي ونحدد مين يقدر يدخل ويستخدم الفيرجوال ماشين. مثلا يعني باسورد صعب مش سهل التخمين، عدم مشاركة الحسابات، تحديد صلاحيات كل مستخدم علشان نقلل فرص اي اختراق او استخدام غلط. تالت حاجة يعني نعزل الفيرجوال ماشينز بتاعتنا المهمة او اللي فيها تجارب حساسة، زي مثلا تجارب الملاوير وادوات الاختراق. كمان بيئات اختبار لازم تكون معزولة تماما عن الجهاز الاساسي والشبكة لو امكن، علشان اي حاجة خطيرة ما تأثرش على النظام الحقيقي. حاجة دي معناها ان احنا نقفل اي خدمات مش محتاجينها داخل الفيرجوال ماشين. ليه؟ لان اي خدمة شغالة زيادة ممكن تبقى باب امان ضعيف. فكل ما نقلل الخدمات غير المهمة، كل ما الفيرجوال ماشين يبقى اكتر امانا واخف في الاداء. بس حاجة بقى دي مهمة جدا، يعني ناخد نسخة محفوظة من حالة الفيرجوال ماشين كل فترة. لو حصل فيروس، خطأ، او تجربة بوظت النظام، نقدر نرجع للحالة القديمة دي بسهولة بضغط الزر. وسادس حاجة ان احنا نراقب كل اللي بيحصل داخل الفيرجوال ماشين من انشطة وسجلات. اللوجز دي بتسجل البرامج اللي اشتغلت، العمليات اللي حصلت، اي نشاط غريب، وده بيساعدنا نكتشف اي سلوك مش طبيعي ونفهم اللي حصل داخل النظام. طبعا كل النصايح دي هدفها حاجة واحدة، اننا نستخدم virtual machines بشكل امن واحترافي في مجال السايبر سيكيورتي. وفي النهاية كده يا جماعة نقدر نلخص كل اللي احنا قلناه. virtualization هي تقنية قوية جدا في السايبر سيكيورتي، تخلينا نشغل اكتر من بيئة افتراضية على جهاز واحد، وكل بيئة بتكون معزولة عن التانية. بيخلي الاختبار والتعلم والحماية أكتر أمانا وأسهل وأكتر كفاءة. يعني بدل ما أخاطر بجهازي الحقيقي، بشتغل في بيئة افتراضية آمنة أقدر أجرب فيها أي حاجة براحتي. طيب بقى سؤال مهم، ليه بنستخدم اللينكس أصلا في سايبر سيكيورتي؟ اللينكس مهم جدا في المجال ده لعدة أسباب. أول حاجة قوي ومرن، اللينكس بيدي تحكم كامل في النظام، وده مهم جدا في أدوات الأمن السيبراني والتحليل. وتاني حاجة ان هو مفتوح المصدر open source، يعني الكود بتاعه مفتوح،
فالمتخصصين يقدروا يفهموا النظام ويعدلوه ويبنوا عليه أدوات أمنية بسهولة. تالت حاجة، أغلب أدوات السايبر سيكيورتي بتشتغل عليه، زي مثلا الكيلي لينكس، مثلا البنتريشن تيستن، وكمان النتورك اناليسيس تولز. رابع حاجة، آمن نسبيا. اللينكس أقل عرضة للفيروسات مقارنة بأنظمة تانية، وده بيخليه مناسب جدا لبيئات الاختبار والتحليل. عشان كده في المجال ده بنستخدم اللينكس كتير جدا داخل الفيرجوال ماشينز عشان نتعلم نجرب ونحلل أي حاجة بشكل آمن. وبكده نكون خلصنا. أتمنى تكونوا استفدتم كتير، واشوفكم في فيديوهات جاية إن شاء الله. سلام.